السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويلا بقى معانا نعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة، وهنعمل معانا كده فراخ، وهنعمل معانا المحشي. وأول حاجة كده جبنا مية بتغلي ونزلنا كده بالفرخة، ودي فرخة حمراء من اللي هي بتغيب في السوا شوية. هنحطناها كده وحطينا معاها حطينا معاها بصلاية، وحطينا عليها ورق لوري، وحطينا عليها برضو طماطماية. وهنسيبها بقى تستوي كده مع نفسها، تغلي غلوتين ونروح كده موطيين عليها. هنا بقى المحشي طبعا احنا بنعمل الخلطة بتاعته، واحنا عملناه كذا مرة مع بعض قبل كده، يعني احنا هنعمله كده سريع سريع مش بالخطوات بالظبط، يعني لان احنا عاملينه مع بعض قبل كده في القناة. عملنا كده بقى التقلية بتاعتنا معانا، وهنيجي بقى نعصج اللحمة بتاعتنا كده بتاعت الرقاق. ونزلنا كده بمعلقة زيت في قلب الصينية. هننزل بقى كده نجيب بصلاية نضربها في الكبة نبشرها بالمبشرة، اهم حاجة تبقى مفرومة فرم ناعم. هنروح جايين نازلين عليها كده على معلقة الزيت ومقلبينها كده تقلبتين. يا دوب هندبلها بس معانا، احنا مش بنحمرها. خلاص يا دوب دبلت بس معانا كده، رحنا جايين نازلين كده باللحمة المفرومة بتاعتنا. هنقلب بقى كله ده مع بعضه، وهننزل دلوقتي بالتوابل بتاعتنا برضو. نزلنا بقى بالفلفل الاسود، وهننزل معانا برضو بكزبرة دمة توابل مشكلة. وكده شوية جنزبيل كده صغيرين، عندك قرفة ناعمة احط برضو شوية بس ما كانش عندي. وحطينا بقى الملح كده بتاعنا، ونقلب بقى كل ده مع بعضه مع معلقة صلصة طماطم كده معلبة. خلاص كده بقى كانت اللحمة ما شاء الله استوت معانا اهيت. وطريقة عصيج اللحمة سهل جدا، مش محتاج اي حاجة خالص، يا دوب هي البصلاية اللي بتحطيها بس. هنيجي هنا بقى سيحنا شوية سمنة كده، والسمنة دي اللي احنا عاملينها مع بعض ما شاء الله جميلة جدا، جربيها هتعجبك والله العظيم، وهتعمليها على طول. دهنا بقى الصينية بتاعتنا كده بنجهزها عشان هنعمل الرقاق، ومعانا هنا مية دافية في قلب الصينية هنا بشوية ملح كده صغيرين. هنجيب بقى كده الرقاق بتاعتنا وهنبلها كده بالطريقة دي. عايزة تحطي معلقة شوربة على ما غرفت على المية دي برضو مفيش اي مشكلة. احنا كده هنبله كله ونحطه جنبنا على حتة فوطة كده، لحد ما بس يعني ايه يطرى شوية معاه عشان نعرف نفرده في الصينية. احنا كده كنا بلناه كله وحطيناه كده على الفوطة، بس تحطيه جنب بعضه. هتاخدي بقى رق رق كده وتحطي عليه كده شوية سمنة. هتحطي نص الرقات تحت، وتحطي اللحمة كده في النص، وتحطي نص الرقات بتاعتنا كده فوق. وما بين كل رق ورق شوية سمنة عشان يبقى كده مورق معاكي. وطبعا عندنا هنا الفرخة بقى احنا معلقين عليها، وبنهدي عليها كده النار ونسيبها عشان هي بتغيب شوية في السوا، وبننزل بالملح بتاعنا بعد ما بتستوي. هنخلص بقى كده بقية الرقات بالمنظر ده.
خلاص كنا خلصنا اخر حاجة، طبعا بنقطعه قبل ما بيدخل الفرن. خلاص كده قطعناه، هنيجي معانا بقى في الطاسة اللي كان فيها شوية السمنة، بس طبعا السمنة كانت بردت معانا. هننزل كده ببيضة وشوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود وبنربها كده. واوعي تكون الطاسة سخنة، البيض هيستوي معاك في قلب الطاسة. ربناها، نزلنا بقى كده بكوباية اللبن بتاعتنا، وهنسقي بقى الجلاش بتاعتنا كده. واحنا في الحالة دي مقيدين الفرن على درجة حرارة عالية، هنحط في الرف الأوسط يرفع معانا ونهدي عليه كده حبة حبة يعني. هنشوف بقى المحشي بتاعنا طبعا، واحنا المحشي بتاعنا ما صورناهوش لان احنا عاملينه برضو قبل كده زي ما قلت لكم. وخلاص كده كان استوى معانا اهوت. هنغرف اكلنا بقى ونشوف الدنيا فيها ايه دلوقتي. ما شاء الله، ده الرقاق بتاعنا جميل جدا والله، كان طعمه تحفة ملوش حل. وهنا بقى شوية المحشي بتوعنا، شوية محشي كده حلوين في الجو الجميل ده. هنحط بقى محشي بقى البتنجان، هو ده ناقص معانا. شوية محشي مشكلين كده تحفة بصراحة بجد يعني، ما شاء الله ملهمش اي حل يعني، طعمهم ما شاء الله. وده كان اكلنا بقى النهارده. بوريك سبع المحشي الصغنن اللي انا بحشيه ده، يعني اصغر سبع محشي موجود في السوق كله يعني. هنا الفرخه بقى كنا دهناها صلصه، شويه صلصه كده على شويه زيت على شويه ملح صغننين على شويه فلفل اسود. قلبتيهم ودهنت بيهم كده الفرخه وحطها تحت الشوايه، احمرت بالطريقه دي. كده الفيديو بتاعنا انتهى. متنسونوش في الاشتراك في القناه واللايك ودعوه حلوه من قلبكم كده. واسيبكم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.